مسكوني من رجلي، رفعوني يعني من على الارض علشان في حاولوا واحد. يطلعوا بيكي بره الشارع؟ لا احنا كنا على الرصيف كل ده. كل ده على الرصيف؟ على رصيف منطقه كنتاكي. في اللحظات دي انت كنت يعني دريانه باي حاجه حواليكي بتحصل؟ انا كل اللي انا حاساه يعني انا حاسه بكل حاجه بس مش راضيه افتح عيني، يعني حاسه ان انا في كابوس، مش متخيله ان ده بجد. فكان في مجموعه شباب على شمالي حاولوا ان هم يعني يقطعوا يعني ملابسي الداخليه يعني، وفعلا ده حصل. ف... فبس يعني هو كان اهم هدفهم ان انا لو مش بنتي، لو بنتي خلوني مش بنت. ده كان رقم واحد عندهم. ففضلت في النزاع ده لفترة يعني أكتر من ربع ساعة، ومحدش نقذني خالص ولا حد حاول إن هو يعمل حاجة. كل ما أقع على الأرض يشيلوني ويجروا بيا شوية. كان في شاب تقريبا. كانوا كام واحد تقريبا؟ لا كتير يعني عشرات يعني أكتر من 50 ممكن. وكان في شاب حاول إن هو يبعدهم عن طريق اللي هو رش نار بسبراي يعني عشان يفرقهم. بالعكس ده كان بيزود الناس ان هي تيجي عليا اكتر. وفي الاخر كنت حاسه خلاص ان انا بموت بمعنى كلمه بموت يعني، وقاعده بقول لهم انا بموت بموت وبصوت يعني خلاص بيضعف. فناس مستفزه جدا من اللي هم شايليني بيقولوا لي معلش استحملي، وبالفاظ طبعا ما اقدرش ان انا اقولها. حد بيقول لك معلش استحملي؟ سامعه صوت بتقول لك معلش استحملي؟ في ودني معلش استحملي وقال لي حاجه تانية بس ما ينفعش ان انا اقولها يعني. ف لحد ما فوجئت نفسي مره واحده ان حد يعني بيسحبني منهم بقوه يعني، لحد ما دخلني في عماره جنب كنتاكي. وبس يعني قدرت ان انا اتنقذ منهم. بس اقول لك يعني بعد معاناه، بعد ما كنت شفت الموت يعني، وعندي اصابات طبعا جامده جدا في جسمي. ازاي يعني ازاي تم تخليصك من الموقف ده؟ ان انا لحظي ان كان ورايا عماره جنب كنتاكي. فواحد حاول ان هو يسحبني. انا طبعا مش قادره ان انا افتكر. معلش بس الاول هو دخل بيكي في مدخل العماره ولا طلع بيكي في مكان داخل جوه العماره؟ لا هو كان ظهره في مدخل العماره اللي هو الباب الحديدي. جوه مدخل العماره بس؟ لا مش جوه، كان المدخل العماره مقفول. ايوه. فهو كان قاعد ينادي حتى الناس اللي جوه افتحوا افتحوا. فبعد فتره فتحوا عشان هما كانوا خايفين ان الناس دي تدخل جوه، وكان في بنات تبع المنظمه. المنظمه اللي انا كنت فيها يعني. ايوه. ففعلا الباب اتفتح بعد فتره يعني، ودخلت جوه وطلعت يعني في شقه. فعملوا لي الاسعافات الاوليه، وبعد فتره يعني شويه لما قدرت ان انا اتماسك يعني خرجوني من باب خلفي. وكان معايا حد من زمايلي يعني ان هو وداني المستشفى عشان كنت في حاله يعني كنت بنزف يعني. انا عايز اسالك اولا، هل في بنات تانيين كانوا معاكي؟ انت بتقولي منظمه ايه؟ هي مجموعه اسمها قوه ضد التحرش. قوه ضد التحرش. عرفتي ان في بنات تانية يعني لا في الوقت ده معاهم بنفس الشكل ده؟ لا، ما انا كنت اول حاله في الميدان. حتى بعديها كان زمايلي قالوا لي يعني ان كان في نداء عن طريق المايك في الميدان انه البنات تروح، انه تروح على اساس ان في اللي هي القنابل المسيله للدموع، لكن مش عشان في تحرش، عشان الناس دايما خايفه على سمعه الميدان. فبس انا عايز اتكلم مع الاستاذ محمد. انت هينفع اتكلم معاك في تفاصيل اكتر؟